عسلامة، مرحبا بكم في ريسيت جديدة. اليوم باش نعملو خبز طابونة في الفور. دونك باش نوريكم لاستوس كيفاش يجيكم هكاكا معناتها يتكرمش من فوق ولا عليكم معناتها شايرين خبز طابونة من برا. دونك تو تشوفوا كيفاش معناتها سهلة الريسيت، ما فيهاش تكسير راس، باش نخلطوا كل شيء مع بعضه. الريسيت قد ما هي سهلة قد ما الخبز يجي بنين وناشحة على الاخر الريسيت. دونك اقعدوا معايا باش نوريكم لاستوس كيفاش يجيكم هكاكا الوجه متاع الخبز هكاكا نقول عليكم شارين ومش شارع. ورسيت راهي ما تستحقش برشا عجنين، معناتها عجنة خفيفة حتى اللي معناتها ما يعرفوش يعجنوا مليح الخبز وكل شيء معناتها يجيهم بالكدا. دوك باش نوريكم باش نقص الخبز نوريه لكم من داخل. شوفوا كيفاش اي غي بنين على الاخر. جربوها الريسيت واعطيوني رايكم بعد في لي كومونتير. دونك نبداو نحضروا الريسيت نتاعنا توا. دونك خديت هوني رطل فرينه، انا حطيت فيه هذايا البول نتاع العجينه. دونك الريسيت هذه راهو ما تستحقش فريمون برشا عجنين، امانه هكايا اسرع لي وكها. دونك استحقيت هوني رطل فرينه باش نحط عليهم 100 غرام سميد ارطب. تشوفوا كيفاش الريسيت هذه سهله. علاش قلت لكم سهله؟ خاطر ما تستحقش تقعد تخلط هذا مع هذا، باش نحطوا كل شيء مع بعضه وتشوفوا كيفاش باش يجي الخبز نتاعنا. دونك شنو باش نستحق توا؟ عندي هوني مغرفه خميره نتاع خبز. اللي عنده ساشيت يستعمل ساشي، سينو تحطوا مغرفه كبيره معبيه بالكدا نتاع خميره. هوني عندي نص كيس زيت زيتونه. دونك تستعملوا كيس نورمال، كيس نتاع ماء عادي. وعندي لهنا 350 مليلتر ماء ملذذ. دونك بالنسبه للمكونات نكتبهم لكم في صندوق الوصف. نعمل رشه ملح، هوني عندي مغرفه سكر. بالنسبه للسكر تستعملوا سكر الابيض نورمال، انا عندي هذيك. وعندي لهنا جوز مغارفه حليب. فوالا هوني حطيت المكونات نتاعي الكل. تنجموا تزيدوا معاهم شو اسمهم هذوك كالحب نتاع البسباس، انا ما عنديش باش نستعمل سينوج بعديك في الزينه. دونك ريتو كيفاش هوني اللي باش يعمل بيديه يبدا يخلط بيديه، تخلطوها نورمال عادي معناتها تخلطها ما تستحقش برشا راهي عجنين. انا باش نمشي نحط نعجنها في الماكينه ونوريكم كيفاش لازم تكون معناتها القوام نتاعها. هاي العجينه نتاعنا كيفاش لازمها تكون هكا. كان قاعده تتلصق شويه ميسالش، اما كان قاعده تتلصق برشا زيدوها شويه فرينه والا شويه سميد. دونك راهي ما تستحقش برشا عجنه. انا باش نخليها لهنا ترتاح حكايه نص ساعه. دونك نرجع لها بعد نص ساعه. دونك بعد ما خليت العجينه نتاعي ترتاح باش نقسمها هكاكا على 4 ولا على 5 باش نشوف باش نوزنهم. نحب الكعبه تبدا مينيموم معناتها توزن 150. دونك ما بين 150 و 160. ظهر لي باش نعمل 5 كعبات. خاطر الكونتيتي هي اللي مستاسه كي نعملها طيح لي 5 كعبات يبداو باهي.
effectivement قسمتهم على 5 كعبات، الوزن متاعهم ما بين 150 و 160 غرام. كان ماكمش مزروبين تنجموا في الإتاب هذيا تخليوهم يزيدوا يرتاحوا شويه، سينو تنجموا تبداو تشكلوا الكعبات نتاعكم. دونك هني باش ناخذ بالكعبه ونحلهم. حلوهم بيديكم خير باش معناتها وجودوا بالكدا. دونك كي من هكا تنوريكم كيفاش نحلها معناتها بدايه، ما استعملتش القلقال. دونك فوالا نقعدو نحلو فيهم هكاكا بشويه بيدينا، سورتو معناتها نحلو فيغ ليكستيريور، فهمت. وكي دخلت للسمك اللي حاجتي بيه نعمل هكا ريتوها كيفاش هذيك في الوسط باش يجي منظر كيما منظر الطابونه نتاع البرا. دونك نوريكم هذايا الخبزه الثانيه. نجمو زيدا معناتها في بلاصه ما تخليوهم يرتاحوا هما كعابر هكاكا، تخليوهم يرتاحوا في ليتاب هذي كيما تحبوها، الا ما ترتوهم الجمله. دونك هوني حطيت بابي كويسان في البلاطو اللي باش يمشي للفور، ونعمل هكاكا ذيك راهو صحفه فيها ماء هكا. دونك هذيا لاستوز باش تخلي هذيك الوجه نتاع الخبز نتاعي يبدا قول عليه طابونه معناتها نتاع شارع. دونك تنجموا زاده في وسط الكويسان تزيدوا تخرجوهم وتعاودوا تعملوا هكاكا بالماء، معناتها ما يصير لها حتى شيء الخبزه، وبالعكس تجي مزيانه بالكدا. دونك تزينوهم من فوق باللي عندكم، كان عندكم هذوكم لي غراين نتاع البسباس، والا انا عندي سينوش. تحطوا الفور يسخن على درجه عاليه وتخليوهم يطيبوا مدة 20 دقيقة. وديما راهو نقولكم انتي والفور متاعك معناتها لازمك تقعد طول عليهم تتفقد باش ما يتحرقولكش. تنجم تقلبهم والا ما وكان الفور متاعك يشعل من فوق له ما تستحقش باش تقلبهم. دونك نوريكم الخبزات متاعي، شوفوا كيفاش جاو محليهم، وما نحكي لكمش على الريحه وعلى البنه متاعهم. وبالطبيعه ديما باش يقعدوا لكم طريين تحطوهم في منديله يقعد راهو طري لاباس عليه حتى يصبر معناتها نهارين ولا ساعات 3 كيما تنجموا تكنجلوهم معناتها. دونك هذه كانت الروسيت متاع اليوم، ان شاء الله تكون الروسيت عجبتكم، وكان جربتوها حطوا لي دي كومونتير تحت الفيديو، وكما قلت لكم تلقاو لي زانغريديون الكل في صندوق الوصف. ونتلقاو في روسيت جديده.